بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ده فيديو توضيحي كامل للناس اللي بتقول انا مش عارف ان انا اشتغل او مش بيجي لي رسائل كتير على الماركت بليس او على الحاجات اللي انا بنشرها وبتعب جدا على ما يجي لي اوردر. الفيديو ده للاخر ده بيستهدفك انت بالذات علشان تعرف كل الخطوات من الالف للياء اللي هتجيب لك شغل بجد واوردرات احتمال تبقى يومية ان شاء الله. الخطوة الأولى إن شاء الله كده لازم تاخد بالك من الحاجات اللي إحنا بننزلها والتعليمات الإحصائيات اللي إحنا بنعملها للمسوقين والحاجات اللي المفروض أنت تشوفها علشان تاخد بالك لو أنت ما بتعملهاش تعملها علشان تبدأ تشتغل صح. لأن في قناتنا على اليوتيوب لازم تخش تشوف الفيديوهات مش للمشاهدة، لا أنت بتخش تشوفها علشان تتعلم المفروض هتعمل إيه والمفروض هتشتغل إزاي بالظبط، ودي أهم حاجة لحد ما تسمع الفيديو. طبعا تاني حاجة عايز ان انا اوصلها لك ان انت الناس اللي بتخش تقول ان في منتج سعره غالي ومنتج سعره كويس ومنتج غالي قوي مش هعرف اشتغل عليه، اول خطوه لازم تعملها واول حاجه لازم تشيلها من دماغك ان انت تحط ان في بالك ان السعر ده غالي مش هعرف اشتغل عليه. زي بالظبط اللي بيشتغل في محل براندات، الحاجه فيه بتكون الماتيريال بتاعها بيكون عالي مش حاجه شعبي. يعني في فرق يا جماعه بين المنتج الشعبي اللي انت بتشوفه في السوق وبين المنتج اللي انت شايفه عندنا بتقول عليه غالي. يعني ان انا اجيب لك النهارده منتج زي ده كده، المنتج ده فيتنامي يعني مستورد، يعني بيجي بالدولار، مش متصنع في مصر ومش خامة شعبي أو ماتيريال يزعلك. ودي أهم حاجة احنا بنشتغل عليها لبعض العملاء علشان انت شخصيا ما يحصلكش مشكلة مع العميل ويقول لك انت باعت لي منتج زبالة ويعمل معاك مشكلة كبيرة. وطبعا الناس في الحالة دي هتسيب الشغل وهتقول ان احنا منتجاتنا بايظة، زي بعض الناس كتير اللي موجودة في السوق بتعرض نفس صور قريبة للمنتجات، بتقول لك ماتيريال ومعاينة قبل الاستلام، والكلام ده كله مش حقيقي. لو انت جيت تفرق وطلبت منتج من عندنا ومنتج من اللي انت بتقول عليه ده رخيص وشفت الماتيريال بنفسك هتعرف ان اختلاف شاسع. غير ان منتجاتنا مش غالية لدرجة ان انت تقول اللي هي غالية قوي. في حاجات متواجدة عندنا فوق الألف وألف ونص احنا ما بنرضاش ننزلها للناس علشان تقدر تشتغل على الحاجات اللي هي البسيطة اللي يجي لها اوردرات يوميا. بخلاف ان المسوقين عندنا اساسا بيحطوا 50 و80 وفي ناس بتحط 100 جنيه وبتشتغل كويس جدا وبتجيب اوردرات. فدي حاجة لازم تشيلها من دماغك ان المنتج اصله غالي، لا انت بتشتغل وبتعرض وبتتوكل على الله وان شاء الله يجيلك اوردرات وتشتغل كويس والدنيا تمشي معاك. اسمع الفيديو للاخر علشان تفهم هتعمل ايه بالظبط وايه هي الخطوات اللي المفروض هنمشي عليها اول لما نبدأ نشتغل. اول حاجه كده ان شاء الله انت محتاج تكون فاتح الفيسبوك الازرق العادي على الاكونت اللي هتشتغل عليه. يفضل ان يكون اكونت جديد علشان المشاهدات فيه تكون لسه كويسه، مفيش فيه اي اعاقات ولا حظر ولا اي حاجه. وطبعا بتفتح الفيس لايت من نفس الاكونت اللي انت هتشتغل عليه. بيكون عندك الفيس الازرق العادي والفيس لايت، ده ضروري جدا لان الاتنين بيكملوا بعض في الشغل بتاعنا وفي خطوات ما ينفعش تتعمل على الفيس الازرق العادي. تمام. بتفتح المفروض طبعا ان انت شفت ازاي تعمل اعلان على الماركت بليس في فيديو خاص لوحده على قناتنا على اليوتيوب. تمام. طب بعد ما عملت الاعلان وبدات ان انا اشتغل، إيه اللي بعد كده المفروض انا اعمله؟ المفروض بتفتح الفيسبوك الازرق العادي وبتجيب علامه الماركت بليس بتاعتك وبتروح على العلامه دي، ده الملف الشخصي اللي انت بتعرض عليه المنتجات على الماركت بليس. بتفتح الملف بتاعك بيظهر معاك بالشكل ده. صعب جدا ان انت تكون بتنفذ الخطوات اللي احنا بنقول عليها دي وما تجيش في اي وقت بتفتح الماركت تلاقي زي ما انت شايف كده 3 رسائل 5 رسائل. الكلام ده لازم يكون موجود. لو انت مش موجود عندك رسائل خالص بتظهر لك، يبقى انت كده مش بتعمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها لاخر الفيديو ده، لان ده بيوضح كل حاجه من الالف للياء، مش هنسيب حاجه مش هنتكلم عنها. بتخش على قوائم معروضاتك بتلاقي الاعلانات اللي انت عملتها زي ما انت شايف كده. طبعا الناس القديمه واللي عرضت على الماركت وعرف الطريقه خلاص بيبقى فاهم وعارف هو بيوصل هنا ازاي والدنيا بتبقى معاه تمام. بتيجي مثلا لاعلان بنخش عليه كده زي الاعلان الاول ده، بتبص بتلاقي تم العرض للبيع في 17 من الاماكن. انت كده شغال يعتبر بنسبه 50% صح لانك اخترت صوره زي ما انت شايف كده في اول الاعلان، صوره كويسه زي ما بيتوضح في الفيديو بتاع العرض على الماركت بليس، وبتكتب عنوان شكله كويس زي ما انت شايف، وبتحط السعر اي سعر وهمي. يعني مش شرط تحط سعر غالي علشان
علشان الناس تخش تسالك وتعمل انتشار للاعلان بتاعك. فدي حاجه لازم تكون انت عارفها. ما ينفعش احط سعر مثلا اكتب على العبايه الاطفال دي انا ببيعها ب 450 فاقوم رايح كاتب عليها 450 على طول، في ناس هتخش وفي ناس مش هتخش. فانت ليه بتكتب سعر مثلا بسيط او 155 جنيه مثلا، بتكتب في السعر الرقم ده علشان الناس تخش تسال، لان طبعا الناس عارفه ان مش ده السعر الحقيقي، فبيخش يسال فبيعمل انتشار للاعلان بتاعك. طيب احنا عملنا الخطوات بتاعه الاعلان كويسه، طب ليه تم العرض للبيع في 17 مكان بس؟ دي حاجه سيئه جدا. ليه؟ لان لو رجعنا وجينا نجيب اعلان زي مثلا السيفتي ده، السيفتي ده هتيجي تبص هتلاقيه معروض في اكتر من 200 جروب. طيب ازاي الخطوات دي بتتم والمفروض انا بعمل ايه علشان اوصل الاعلان بتاعي زي ما احنا شايفين كده ل 245 من الاماكن اللي هي الجروبات الكبيره؟ خليك معانا هتتابع الخطوات بالظبط وهعرفك بتعمل ايه اول ما بتيجي تشتغل بعد ما عملت الاعلان على الماركت. خلاص بنيجي للخطوه الاهم اللي المفروض الناس كلها عايزه تعرفها، اللي هي عرض البيع في مزيد من الاماكن. ازاي؟ برجع على الفيس لايت. الفيس لايت بيكون نفس الاكونت اللي انا شغال عليه على الفيس الازرق، وبفتح علامه الماركت بليس، تمام، وبفتح علامه الملف بتاعي اللي هي دي. بخش بتلاقي الاعلانات بتاعتي اللي انا عرضتها على الفيس الازرق العادي. بتيجي تبص هنا بتلاقي السيفت زي ما انت شايف كده، السعر مكتوب 98 جنيه، العنوان مكتوب عنوان كويس، تم العرض للبيع في 245 من الاماكن. المفروض انا بعمل الخطوه دي ازاي؟ باجي ادوس على الاعلان كده على الفيس لايت لما بفتح الماركت، بيظهر لي كده، برفع هنا كده بدوس عرض للبيع في مزيد من الاماكن، بيظهر الجروبات اللي انا انضميت فيها طبعا كلها. وده حاجة أساسية المفروض أنت لازم وضروري تعملها. لازم إن أنت تنضم كل يوم في حوالي 50 جروب. ال50 جروب دول بيتجزأوا في اليوم كله. يعني مثلا ممكن أفتح الصبح الفيس أدور على جروبات زي ما أنت شايف كده فوق ال100 ألف، لو 70 80 ألف تمام كويس. كل ما تكتر الجروب يكون فيه أعضاء كتير، ده بيسهل الانتشار الإعلان بتاعك وبيجيب لك زباين كويسة وبتقدر تشتغل صح. طيب في ناس بتخش تدور على اكونتات جروبات، لا مؤاخذه انا اسف، بتخش تدور على جروبات اللي هي بيع وشراء بس. لا، دي حاجه غلط اساسا. المفروض ان انت بتخش على جروبات بيع وشراء بتكون فيها كل حاجه. يعني عندك هنا مثلا هتلاقي كوكب الوراق وامبابه، تحتيه شقق ايجار قديمه في فيصل والعاشر الجروبات اللي انت شايفها قدامك دي زي عقارات، اسكان اجتماعي، ايا كان انت بتخش لازم تنضم في جروبات فوق ال100 ألف يفضل. ده اهم حاجه واهم نقطه علشان تزود انتشار الاعلان بتاعك. مش شرط جروبات بيع وشراء بس، ده علشان الاعلان بتاعك يوصل لاكبر عدد في جميع المجالات لكل الناس. بتحدد 10 جروبات بعد ما فتحت الاعلان بتاع السيفتي، 10 جروبات بس، 8 9 تمام. لو عملت 11 جروب بص هيظهر عندك هنا مثلا فوق ال10 جروبات صفر من الاماكن، مش هيعرض الاعلان بتاعك لان الماركت على الفيس لايت بيزودك 10 جروبات بس منعا للحظر او اي مشاكل. هتلاقي كاتب لك لا يمكن النشر فيما يزيد عن 10 مجموعات. فهندوس رجوع وندوس عرض للبيع تاني في مزيد من الاماكن، ونقلل مثلا 3 جروبات، يبقى احنا انضمينا ل10 جروبات. فبندوس نشر بيقول لك تم النشر في 10 من الاماكن. انا كده عملت الخطوه الصح اللي المفروض اعملها. كل ساعه بخش مثلا اعمل في 10 اعلانات، ال10 اعلانات بتوعي دول ادوس كده واعمل عرض للبيع في مزيد من الاماكن زي ما انت شايف. ده اللي انا بعمله يوميا في الجروبات وفي الاعلانات اللي انا نشرتها 9 10 بقى ايا كان. تمام، خلصت كده برجع بجيب الاعلان اللي بعده، بزود الاعلان في جروبات مختلفه زي ما انت شايف كده، بحدد 10 جروبات. لو جيت تراجع الفيديو ده بالراحة وبالعقل كده هتيجي تاخد منه اللي المفروض بيتعمل ايه. ان انا بعمل اعلان على الماركت بليس، تمام، بعد ما عملته باجي هنا على الفيس لايت وادخل على الاعلان وافضل ازود النشر في 10 جروبات. تمام، كل ساعة بخش اعمل 10 10 10 على كل اعلان انا عامله. وبعد ساعة برجع اكرر نفس اللي انا عملته ساعة ساعتين ايا كان. ده الشغل الطبيعي اللي المفروض يتعمل وده الصح اللي لازم تكون بتعمله. يعني لازم الاعلان بتاعك يوصل لعدد كبير من الجروبات علشان يجي لك رسائل. غير كده انت يعتبر ما بتشتغلش غير ان انت تعرض الاعلان، حد شافه اختفى، ما بتكملش المهام للاخر، علشان كده ما بيجيلكش اوردرات. يعني حتة ان انت تعرض اعلان في 50 جروب حتى فده قليل جدا.
فأتمنى الناس تتابع الفيديو للآخر علشان تعرف الخطوات اللي بعد كده وتنفذ الخطوات دي على طول، طول ما هي شغالة وبتعمل إعلانات. الخطوة اللي بعد كده انتظرونا. الناس بتكتفي بإن هي تعمل الإعلان على الماركت بليس زي ما قلنا، وبتخش على الفيس لايت تعمل نفس الخطوات اللي هو عرض للبيع في مزيد من الأماكن بالطريقة اللي احنا بنعملها دلوقتي. طبعا ده مش كل حاجة، والخطوات كاملة لو سمعتها للآخر ونفذتها من الألف للياء زي ما بنعرضها في الفيديو ده كده، لأن أنا زي ما قلت لكم أنا مش هسيب حاجة ما بتتعملش لفيديو جاي، هيبقى الفيديو ده شامل كل حاجة أنت بتعملها. بعد كده خلاص انا تمام، عرفت ان انا بعمل اعلان على الماركت بليس وبفتح الفيس لايت، بزود كل اعلان في 10 جروبات كل ساعه مثلا. تمام. المفروض ان انا كده خلاص، لا انا بخش على فيسبوك العادي الازرق، وباجي مثلا عند اعلان انا ما غيرتش الموقع بتاعه بقالنا فتره، فاجي افتح الاعلان وبدوس على تعديل قائمه المعروضات. المفروض ان انا بخش اعمل ايه؟ انا بخش اعمل حاجه واحده بس، يا اما بخش اعدل مثلا السعر، بكتب برضو سعر زي ما انت شايف كده اي سعر. تمام. وبخش اللي انا داخل علشانه ان انا اغير الموقع ده لو انت قربت كده، انت المنتج هنا معروض في قنا. تمام. لو شلت الاعلان من هنا ورحت عند القاهره، قربت كده زي ما انت شايف، وحطيت الدايره دي في النص هنا ودوست تطبيق، اصبح ان انا هنا عملت تجديد للاعلان في محافظه مختلفه، وبيتجدد في الجروبات كلها اللي انت شاركتها للاعلان ده. يعني لو في 100 جروب انت عرضت فيه الاعلان ده، فانت كده هنا عملت تجديد للاعلان في محافظه مختلفه، وفي الجروبات كلها تجدد تاني من الاول بخطوه واحده بس اللي هي تغيير الموقع. الناس لو ما بتعملش الخطوه دي فبرضه يعتبر انت مش شغال بنسبه 50%. طيب انا كده خلاص، طالما القائمه دي زي ما انت شايف كده توصيل الى المنزل، العرض على انه متوفر، توفير الشحن دي شغاله، الخطوات زي ما انت شايف كده خلاص، الاعلان تمام. باجي هنا حفظ وادوس على كلمه حفظ، ان انا خلاص عملت التعديل على الاعلان ده. يبقى انا كده بعمل الخطوه دي في الاعلانات كلها كل ساعه برضو، او كل 3 ايام او كل يومين بخش على اعلان اغير الموقع بتاعه. يفضل ان انا اغير الموقع على اعلان ما يكونش هو جايب لي رسائل كتير. يعني لو في اعلان مسمع معاك ان هو جايب رسائل كتير، ما تحاولش ان انت تغير الموقع بتاعه. انت بتغير الموقع بس للاعلانات اللي هي زي ميته شبه، اللي هي ما فيش اي مشاهده، ما فيش اي رسائل بعد ما عملت خطوه العرض للبيع في مزيد من الاماكن، ووصل الاعلان ل 100 جروب واكتر وما فيش عليه رسائل. فانا يا اما بعمل له تجديد، لان لو رجعت كده بتدوس على الاجراءات السريعه، عندك حذف واعاده عرض، في اعلانات بتكون وقفت خلاص هنا بيجيبها لك، انت ما عملتلهاش حذف واعاده عرض، فبتبقى شبه مش موجوده اساسا على الماركت. غير ان لو دوست على الاجراءات السريعه تاني وجبت تجديد، بتلاقي في اعلانات برضو واقفه زي ما انت شايف كده، الاعلانات دي طالبه التجديد وانت مش عامل لها تجديد، فبتدوس تحديد الكل وتجديد تحت هنا كده، كام دوسه كده بتلاقيه جدد لك الاعلانات اللي موجوده اللي انت حددتها. فالهدف الاساسي ان انا اغير الموقع بتاع الاعلان اللي انا ما غيرتش مكانه بقالي فتره، من محافظه لمحافظه الاعلان بيتجدد معاك كانك لسه ناشره دلوقتي. مش شرط ان انا اعرض منتجات كتير جدا، انا ممكن اخد 10 منتجات زي ما انت شايف كده، هم دول اللي موجودين على الماركت، واشتغل عليهم شغل صح زي ما موجود في الفيديو ده للاخر، هتبدا يجي لك اوردرات ان شاء الله وهتشتغل صح. وزي ما قلنا الخطوات اللي فاتت دي كلها مربوطة بآخر الفيديو بجميع الخطوات اللي هنقولها في الفيديو ده. طيب المفروض أنا خلاص عرضت الإعلان على الماركت بليس، وفتحت أكونت جديد أو اشتغلت على الأكونت اللي أنا شغال عليه تمام، مفيش فيه أي مشاكل، وفتح الأكونت من الفيس لايت وبزود الإعلان في جروبات زي ما الفيديو وضح لي الكلام ده كويس. تمام. طيب أنا كده المفروض خلاص يعني عملت خطوات صح والدنيا تمام. ايه المفروض ان انا اعمله بعد كده؟ يعني الخطوات دي خلصت معاك في اقل من ساعة وفهمت الدنيا وكل حاجة تمام. الاهم من كل ده ان انت لازم تيجي عند الجروبات الكبيرة وتشترك وتنضم في جروبات، ضروري جدا، لان دي اهم حاجة. بتخش على المجموعات هنا، بتلاقي المجموعات بتاعتك وبتلاقي كلمة اكتشاف فوق هنا خالص، لو دوست عليها بيجي لك جروبات زي ما انت شايف كده. المفروض ان انا بنقي الجروبات اللي فوق المية ألف وبنضم فيها. عندك مثلا 70 ألف ماشي ممكن، ولكن لو انت انضميت لجروب في مثلا 126 ألف زي الجروب ده بتاع عقارات للبيع في مصر، بدوس عليه انضمام. تمام. بيظهر لك الجروبات اللي فوق 100 ألف،
لو انت بتنضم لجروبات فيها 10000 و5000 والكلام ده كله، بتلاقي الفيس بيتعرف على الجروبات اللي هي الصغيره برضو. فلازم تنضم لجروبات فوق ال 100000 و80000 و150000، فتلاقي ظهر لك الجروبات اللي هي فوق ال 100 و150000. تمام. زي عقارات التجمع الخامس كده، احنا عملنا عليه انضمام. بتيجي تقلب اوليكس مثلا سكان زهراء مدينه نصر، دي بلاش لان ده 8000، فمش هيجيب معاك مشاهدات، وهيظهر لك جروبات قليله جدا. واحنا عايزين ال 100000 وفوق ال 100000. تمام. طيب لو انا ما تلاقيتش، المفروض هنا بعمل ايه؟ تعال عند مجموعاتك، بتخش على جروب زي بتاع اكتوبر ده، بتلاقيه 118000. لو قعدت تقلب في الجروب كده، بتلاقيه جاي لك في النص هنا اقتراح المجموعات الخاصه بك. هتيجي تبص، شايف بقى عندك عمل هنا ايه؟ عرض لك جروب فيه 106000، بدوس عليه انضمام. تمام. وباجي كده بحود، بتلاقي عندك جروب كبير برضو تاني اهو 373000، بدوس عليه انضمام. بعد كده بقلب، بلاقي برضو سوق التكييفات المستعمل 139000، بدوس عليه انضمام. وعندك كلمة اكتشاف المزيد من المجموعات، بدوس عليها. بيجي لك الجروبات اللي انت كنت بتقلب فيها، لو جيت لك ما احناش عايزينها، بنرجع للجروبات بتاعتي اللي هي المجموعات. بتخش على كراكيب اوليكس مثلا ده 53، بتيجي ترفع زي ما قلنا كده، بيجيب لك الجروبات المشابهه للجروب بتاعك اللي فيه بيع وشراء. تمام. بتقعد تقلب فيه، لازم توصل لجروبات فوق زي ما قلت لك 50000 100000. تمام، مفيش مشاكل. بس اقل من كده هيظهر لك جروبات زي ما انت شايف كده 9000 وجروبات 8000، جروبات صغيره احنا مش عايزينها. يعني احنا مش عايزين الجروبات الصغيره دي تخش معاك وخلاص، ده بعدين بقى. تمام. فعرفت انت خلاص طريقه الجروبات هتجيبها منين، زي ما انت شايف كده. بتخش على جروب هو عندك في مثلا 200000 او 300000، وبترفع الجروب كده، بيظهر لك الحاجات المشابهه زي ما انت شايف اهو 115000، بدوس عليه انضمام. طيب بعمل الخطوه دي مهمه جدا ان انا اعملها. بعمل 10 15 جروب كل ساعه كده، يعني زي ما انت شايف كده، ما تقلقش من حظر ولا اي حاجه. تمام. عندك اعلانك عندنا الجروب الرسمي 464000، ده بتدوس عليه انضمام، فدي حاجه كويسه جدا. كل ما بتنضم لجروبات كبيرة، بيزود عندك النشر بتاع الإعلان اللي أنت هتعمله على الماركت بليس، لأن أنت بتخش تعمل له عرض للبيع في مزيد من الأماكن، بيظهر لك الجروبات اللي أنت انضميت فيها دي. تمام. زي أسواق الشرق مثلا 56000، لو جيت ترفع هنا كده ممكن تلاقي جروبات وممكن ما تلاقيش. ماشي، ما تلاقيش، بتخش على الجروب اللي بعده، يا إما بتخش تعمل حاجة تانية برضو أفضل. بتيجي عند بحث مثلا هنا، وتيجي عند الجروبات، بتكتب مثلا القاهرة بيع وشراء، وبتدوس على البحث. بيجي لك زي ما انت شايف كده البحث ده، بتدوس على كلمة المجموعات، بتلاقي عندك هنا شقق للبيع في القاهرة 183000، بتدوس عليها انضمام. سوق مصر ده بتدوس عليه انضمام 374. عندك اكبر جروب اعلانات بيع وشراء 197، بتدوس عليه انضمام. فالبحث برضو بيغنيك عن اللفه في الجروبات اللي احنا لفيناها. عندك بيع وشراء اي حاجه في مصر، بتدوس عليه انضمام 106000. بتختار الجروبات زي ما قلنا اللي هي فوق ال 100 120 150000 وهكذا. تمام كده. طيب الخطوه دي فهمناها، نخش على الخطوه اللي بعدها. يعتبر بنسبة 90% انت عملت الاعلان على الماركت بليس خلاص، وعملت عرض للبيع في مزيد من الاماكن، وبقيت بتنضم لجروبات فوق ال 100000، والدنيا تمام كده، وفهمت كل حاجة لحد دلوقتي. المفروض بقى ان انت لو جيت فتحت الفيس الازرق بتاعك العادي، ودخلت على علامة الماركت بليس، وفتحت الملف الشخصي. تمام. وجيت على الاسم بتاعك اللي فوق خالص، دوست عليه، بيظهر لك الاسم بتاعك وكلمة مشاركة في النص هنا، والإعلانات بتاعتك زي ما أنت شايف كده اللي أنت عرضتها. لما بيجي حد يبعت لك رسائل وبيقول لك عايز جروب، لو في حاجة ليك صفحة خاصة، أنت ممكن تعمل له مشاركة، وبتدوس نسخ الرابط، وبتبعت له الرابط بتاع الماركت بليس بتاعك، بيظهر عنده زي ما انت شايف كده، كأنه دخل متجر انت عامله او جروب او ايا كان. تمام. وكذلك بتخش على الصفحة الشخصية بتاعتك، وبتدوس على الثلاث نقط اللي في الجنب هنا على الشمال، وبترفع الصفحه دي، بتلاقي نسخ الرابط هنا، بتدوس نسخ الرابط، وبتروح تبعت له الرابط بتاع الاكونت بتاعك اللي بتعرض عليه برضو المنتجات زي ما انت شايف كده، بحيث ان انت كسبت زبون، وبقى عندك موجود متواجد على الماركت والاكونت بتاعك، علشان فيما بعد انت بتنزل اي حاجه على الماركت او بتنزل حاجه على الاكونت على الصفحه الرئيسيه، بتلاقي الزبون او اللي بعت له الرابط ده بيتابع الحاجه دي وبيشوفها لما بتيجي تنزلها. فده للناس اللي عايزه تكسب زبون، مش بتعرض كده وخلاص
خلاص لو جالي اوردر خلاص كده تمام، انا مش هكلم بقى العميل تاني. لا، انت ممكن تبعت اللينك بتاعك ده للناس حتى اللي بتسأل على منتج على الماسنجر، على الاعلانات اللي بتعملها. فدي حاجه كويسه تخليك تكسب زبون، ويبقى عندك ناس بتتفرج على المنتجات اللي انت بتعرضها دايما. مع الوقت بتكسب زباين اكتر، وبيكون عندك مجموعه من الناس اللي بتشتري باي حاجه بتعرضها، ممكن يسالوك عليها ويطلبوا منك اوردرات. فدي نقطه مهمه للناس المفروض ان انت بتعملها. بعد كده لما بتيجي تفتح الاكونت الشخصي بتاعك اللي انت بتعرض عليه المنتجات، لازم وضروري ان انت تخش على قناتنا على التليجرام، تختار اي منتج، مثلا حفظ الصور وبعدين نسخ الوصف بتاع المنتج، وبتخش على الصفحه بتاعتك اهو، بتقوم دايس تحديد عدة عناصر، وبتحدد مثلا الكوتشي اللي انت خدته من التليجرام، وبتدوس عليه التالي، وبتيجي عند الوصف بتحطه هنا كده، وبتمسح اول سطر اللي هو السعر وزود عمولتك، وبتيجي تدوس التالي، وبتيجي عند المشاركة في مجموعات فيسبوك بتدوس عليها، وبرضه بتعمل تحديد لجروبات لحد ما يقول لك كده خلاص تمام، بيقفل معاك زي ما انت شايف. بتدوس خطوة رجوع لورا، وبعدين بتيجي هنا تدوس نشر. الاعلان بتاعك اللي انت دوست عليه نشر ده بيتعرض على الصفحه بتاعتك اللي انت بتعرض عليها المنتجات، وكمان بيتشارك في الجروبات اللي انت حددتها. فدي نقطه مهمه وكويسه جدا ان انت لازم تشتغل عليها، علشان زي ما قلت لك الناس اللي انت بعت لها اللينك والرابط بتاعك بيتابعوك، فاي حاجه بتنزلها بتكتب فيها عروض زي ما انت شايف كده بتنزل على الصفحه بتاعتك. طب لو طلعت بره خالص للواجهه الرئيسيه وجيت تحدث الواجهه، هتيجي تبص هتلاقي الاعلان اللي انت شاركته، بص هنا كده اتشارك في جروب اهو من الجروبات اللي انت شاركت الاعلان فيها. فدي خطوه برضو مهمه وكويسه بالنسبه لناس كتير عايزه تكسب زباين، وبتنشر الاعلان في مجموعه من الجروبات يدوي كده. بعد كده لو جينا للصفحه بتاعتنا ودخلنا عليها، في خطوه بسيطه كده تقدر ان انت برضو تشارك الاعلان اللي انت عملته على صفحتك الشخصيه لجروبات برضو كبيره بس يدوي كده. بدوس على مشاركه لمسه واحده، وبجيب مشاركه مجموعه زي ما انت شايف، وبعمل هنا تحديد زي ما بيقول لي يمكنك المشاركه مع 10 مجموعات بحد اقصى. طب هو 10 خلاص وبيقف على كده؟ لا، انا هقول لك على نقطه كويسه برضو. عملت خلاص ال10 جروبات زي ما قال لي، بدوس التالي، وعايز تكتب جمله هنا مثلا عروض وخصومات، وبدوس عليها نشر. كده انت شاركت الاعلان اللي على صفحتك ده في 10 جروبات تانيين. طب خلاص على كده لا، ممكن ادوس عليه تمام مشاركه تاني، واجيب كلمه مجموعه، واحدد 10 جروبات زي ما انت شايف، كل دي الجروبات بتاعتنا. بتقوم دايس على 10 جروبات تاني وهكذا. طبعا ما تعملش الخطوه دي كتير جدا علشان الحظر برضو، يعني خلينا في اعلان نزلته شاركوا في 20 جروب وخلاص على كده، ممكن تدوس نشر على طول برضو عادي. لو طلعنا للصفحه بتاعتنا وعملنا تحديث زي ما انت شايف كده، وجيت تقلب، هتلاقي 100% الاعلان بتاعك موجود اهو زي ما انت شاركته في مجموعات كتير. يعني هتقلب بص زي ما انت شايف اهو، برضو شاركناه في جروب بتاع كراكيب بشتيل ومبابه. هتقلب اكتر هتلاقي الاعلان بتاعك زي ما انت شايف انتشر في جروبات كتير. ودي خطوه مهمه برضو للناس المفروض ان انت بتعملها. بعد كده خطوه الستوري اللي المفروض بتنزلها على قصتك هنا زي ما انت شايف كده، بتخش تعمل انشاء قصه، وممكن تحدد صور او لا. تمام. واتمنى من الناس اللي ممكن يا تحط حاجه زي دي كده، او بلاش اللي هي تشاركها، فايه نعمل لها ازاله. وممكن تعمل نص هنا عرض بخصم 30% مثلا، وباجي عند الحته دي كده في النص مثلا احركها، بعملها زي ما انا عايز بالظبط كده. ايا كان بقى كل واحد وابداعه وخبرته، وبدوس مشاركه. القصه هنا عندك في الحاجات اللي بتبقى معموله دي كده في الستوري بتبان ان انت برضو رفعت منتجين ثلاثه على الحاله بتاعتك على الاكونت. ربما حد يكون بيقلب برضو في الحالات اللي هي موجوده، فبيشوف المنتج اللي انت عامله زي ما انت شايف كده، بيخش يتفرج عليه، بيخش يسالك ايا كان. تمام. فدي خطوه برضو اتمنى من الناس تعملها، ما تنفضلهاش، علشان تكون بتزود المشاهدات بتاعتك وبتاعت الاعلان في كل الاماكن اللي المفروض انت تعملها. نيجي بقى للخلاصة بتاعة الفيديو، اللي في ناس كتير بتفهم الوصف والشرح والكلام اللي احنا نزلناه وبتعمله وبيجي لها اوردرات ما شاء الله، وفي ناس بيبقى صعب عليها اللي هي تفهم الكلام ده بسهولة. تقدر تشوف الفيديو أجزاء، يعني مش شرط ان انت تشوف الفيديو كله على بعضه وبعدين تروح تعمل الخطوات فتتلخبط. طب ايه كان قبل ايه؟ لا، حاول تحفظ الفيديو ده عندك، او كده كده اللينك بتاع قناتنا موجود، تبدأ تفتح الفيديو ده مرة واثنين وثلاثة لحد ما تبقى حفظت الطريقة كلها من الألف للياء زي ما قلنا بالظبط. وباختصار أنا هقول لك الخطوات اللي في الفيديو ده من أول ما عملناها بصورة سريعة كده من غير شرح. أول حاجة، دخلنا على الماركت بليس، عملنا إعلان عليه.
ايا كان بقى هو المنتج ايه. تمام. طيب انا خدت المنتج ده اللي في البدايه ده، عملت عليه اعلان. بعد كده بعد ما خلاص عملنا الاعلان، بروح على الفيس لايت وبجيب المتجر او الماركت بتاعي، وبعمل عرض للبيع في مزيد من الاماكن لحد ما يوصل لفوق ال100,000 زي ما قلنا، او عفوا يوصل لجروبات كتير وجروبات كبيره. تمام. بعد ما بندوس نشر وعرض للبيع في مزيد من الاماكن لكل اعلان كل ساعه مثلا، بنروح نعمل اعلان على الصفحه بتاعتنا الشخصيه، ممكن يكون نفس الاعلان، ونعمل له مشاركه في جروبات كتير زي ما انت شايف كده بالظبط يدوي. بعد كده المفروض ان احنا بنروح على المجموعات ونعمل انضمام زي ما قلنا ل جروبات كبيرة، زي ما حددنا جروبات فوق ال100,000. تمام. طيب حددنا الجروبات وقعدنا ننضم، خلاص كده المفروض بنعمل قصة مثلا أو ستوري على أي منتج احنا عايزينه عندنا على الأكاونت. بعد كده احنا المفروض خلصنا الاعلان بتاعنا. بعد كل يومين او 3 بخش على قوائم المعروضات بتاعتي، بحدد الموقع، وده اهم حاجة احنا قلناها للاعلان اللي هو ميت او عدى عليه 3 4 ايام مفيش فيه اي رسائل او حاجة. بفتح الاعلان وبعمل له تعديل قائمة المعروضات، وبغير بس الموقع من محافظة لمحافظة أخرى. باجي كده وبدوس تطبيق، أنا غيرت المحافظة، بدوس حفظ وبرجع راجع الفيديو من اوله لاخره، الخطوات كلها كامله اللي بتجيب اوردرات واللي الناس كلها بتشتغل عليها بيجي لها شغل. باذن الله اكون ما سبتش اي حاجه بسيطه ما قلتهاش في الفيديو ده، علشان انا حاولت بقدر الامكان ان انا يعني اركز في الفيديو ده واتعب فيه علشان خاطر الناس تكون خلاص فهمت الخطوات من الالف للياء، مش كل شويه اطلع اعمل فيديو بيوضح حاجه والناس بتتلخبط مش عارفه تفتح فيديو ايه قبل ايه. فانا حاولت بقدر الامكان ان انا اجمع لكم في الفيديو ده الخطوات من الالف للياء، بالانضمام للجروبات، بالمشاركه والمزيد في الاماكن والحاله والنشر على الاكونت الشخصي. واتمنى التوفيق للناس كلها ان شاء الله.